طبعا نهتم بالبطانه زي ما بقول لكم، الفينش دايما بيخلي الشغل جميل في اي حاجه، سواء في شغل الكروشيه، في شغل الهاند ميد، في اي شغل. دايما بنصح ان لو انت بتشتغلي شغل للشنط، هاتي الخيط المكرمية المصري بس يكون الخفيف عشان يبقى الشنطة خفيفة. حبيت اوريكم الديزاين زي ما انتم شايفين، بسيط جدا وبغرزة الحشو بس فيه الوان. على فكرة بواقي الخيوط بتطلع احلى شنط صدقوني، الشنطة بتطلع حلوة وجميلة جدا لما يكون فيها الوان وبواقي الخيوط. عملت الخيط ده هون وحطيت له الخرز الخشب ده، جميل جدا الخرز الخشب لما بتشتغلي بيه في الكروشيه او في الشغل الهاند ميد. حبيت اوريكم الديزاين نفسه لو حبيتوا تنفذوه، وان شاء الله هيعجبكم وهيكون جميل جدا. فرحوا اولادكم، وكل سنه وانتم طيبين. بحبكم في الله يا حبايبي، ودايما ان شاء الله هتلاقوا كل جديد ومفيد في بساطه وشياكه. الشنطه جميله جدا لما تتملي بتبقى حلوه جدا وبتعيش. جربت وشفت الشنط بالذات في اي شغل، واللي عندهم مثلا مفارش كروشيه، شغل كروشيه او خداديات او حاجات من دي، اي شغل كروشيه بيعيش. فدايما الناس بتقدره عشان هو شغل هاند ميد وهو بيعيش. يلا كل سنة وانتم طيبين.